ليه تحضر معانا سنتر واونلاين؟ ده سؤال، بس عايز اقول لحضرتك ان اللي هيحصل معاك في السنتر هو نفس اللي هيحصل مع الاونلاين. هو انت هتشتغل اونلاين السنه دي؟ هنشتغل اونلاين. طيب تعالى اقول لحضرتك بس الكلام اللي هيحصل معاك على الارض وهيحصل في الاونلاين. التفاصيل دي مهمه جدا واتمنى كل الناس تسمع الفيديو للاخر. عايز اقول لحضرتك انك انت متواجد معانا على الارض، هنشرح لك كل تفصيله سواء فيزياء بكالوريا او علوم متكامله، كل تفصيله في شكل صوره. المعلومه انا راسمها لك في صوره، وبعد ما تشوفها في صوره نروح نجمع لك كل الصور دي في فيلم متحرك بالاي اي وتتفرج عليه. ربطنا وعدنا المنهج مرتين، نروح بعد كده المره الثالثه ونقعد نحل مع بعض في الحصه بتاعتنا. بس الحقيقه ان الحل معاك في الحصه سواء علوم متكامله او بكالوريا، الحل اللي في الحصه مش كفايه، وده لان وقت الحصه برضو مهما كان ما هوش كتير. طب هنعمل ايه يعني؟ طلاب اللي في السنتر معانا عندك المنصه بتاعتنا فور فري لمجرد انك انت موجود معانا بس في السنتر. كل السناتر بتاعتنا الفا شبرا، بلازا هرم، بلازا فيصل، عين شمس، المنار، جي اتش تي الشروق، كل السناتر اللي احنا متواجدين فيها، سناتر السويس بالكامل. لمجرد وجودك معانا على الارض عايز اقول لك ان المنصه هتاخدها كمان هديه فوق الاشتراك بتاع حضرتك اللي انت بتدفعه في السنتر. المنصه دي هيحصل عليها ايه؟ هيحصل عليها سواء لطلاب السنتر او طلاب الاونلاين. خد عندك الطريقه اللي انا قلت هشتغل بيها في الشرح من شويه في السنتر، هي نفس الطريقه اللي هتتم في الشرح لطلابنا اللي هيحضروا معانا اونلاين على المنصه. هنشوف المعلومه في صوره مرسومه، زائد كمان هنجمع الصور دي ونحركها في فيلم اي اي، بعدها على طول هنقعد نحل معاك. نيجي بقى للنقطه الاهم، نقطه الحل. بالنسبه لطالب بكالوريا فانت ان شاء الله هينزل لك بالتتابع في كل درس عندك وكل جزئيه حل مجموعه من الكتب، مش هينفع نعدي درس الا لما نخلصها. هينزل لك على المنصه شرح الدرس بالكامل بكل تفصيله فيه، ضيف عليها حل كتاب الوسام، اصعب واتقل كتاب اصعب كتاب في المناهج بشكل عام في الفيزياء بالاخص. كتاب الوسام، كتاب الامتحان بالكامل، طبعا هم هيكونوا جهزوا تقريبا بمجرد نزول المنهج بتاع البكالوريا. ضيف عليهم كمان التقييمات بتاعه الوزاره كامله، ادي 3 مصادر. ضيف عليهم الواجبات بتاعه الوزاره، ادي 4 مصادر. ال4 مصادر دول بمشيئه الله عز وجل اساسيين معاك. ضيف عليهم المصدر الخامس، اسئله من المراجع الخارجيه الاجنبيه اللي اتحط منها النماذج الاسترشاديه بتاعه الوزاره في الفيزياء السنين اللي فاتت. يبقى انت معاك 5 مصادر موجودين على منصه المهندس في الفيزياء مستر احمد علاء، هنشوف عليها حلول كل الافكار الممكنه. مش هنستنى لغايه اخر السنه وازنقك واقول لك تعال نحل افكار كتير جدا مع بعض. امال طول السنه بتعمل ايه؟ ازنقك ليه وارفع ضغطك ليه في اخر السنه في اخر شهر ونقول ما في المراجعه مراجعه هنخلص ايه ولا ايه في المراجعه؟ ده مش حاجه اسمها كده. فعايز اقول لحضرتك اجهز وشد حيلك، وكل اللي انا بقوله ده هتلاقيه بينزل معاك على المنصه اول باول. الكلام ده لطلابنا اللي على الارض في السناتر بتاعتنا في اغلب الاماكن واحسن الاماكن الحمد لله على مستوى مصر، زائد كمان طلابنا اللي هيحضروا معانا اونلاين. الفيديو اللي جاي اللي هتشوف